السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج هلا مدريد. يلا بينا. حلقة النهاردة هنتكلم فيها عن ماتش ريال مدريد وفياريال اللي انتهى بفوز ريال مدريد 2-0 امبارح. أنا بالنسبة لي الماتش ده بعنوان رحلة البحث عن خطة أو رحلة البحث عن تشكيلة. ما زال كارلو أنشيلوتي مش قادر يحدد التشكيلة اللي عايز يبدأ بيها كل ماتش أو الخطة اللي هتنفع مع التشكيلة دي. يعني ريال مدريد فعلا ناقصهم عسكري وظابط ويعملوا ايه كتيبة اعدام، هيعلنوا الحرب. بس فين اللي هيوظفهم؟ فين القائد العسكري ليهم؟ مفيش. كارلو انشيلوتي معاه احسن مجموعة لاعبين في العالم دلوقتي. انت معاك اتنين بينافسوا بعض على البالون دور، فانت معاك احسن مجموعة لاعبين من اللعيبة وفي نفس الوقت مش عارف توظفهم. امبارح انشيلوتي لعب 4-4-2 دايموند، اتنين مهاجمين امبابي وفيني، ورجع لتشكيلة الموسم اللي فات مع اختلاف ان هو بقى بيحط امبابي. مودريتش بيلعب الثلاثة نص الملعب كامافينجا وفالفيردي ومودريتش وبيلينجهام. بس مفيش يا جماعة توني كروس. الخطة دي يعني اكتشفنا كلنا، عشان ما حدش يجزم ان هو بيعلم الغيب، اكتشفنا كلنا بعد رحيل توني كروس ان الخطة دي كانت قايمة عليه. هو اللي كان بيقدر يتحكم في رتم نص الملعب، هو اللي كان بيقدر يعلي الريتم يوطي الريتم، هو اللي كان بيقدر يفك التكتلات الدفاعية، هو اللي كان بيقدر يلعب الكور الطويل. يعني توني كروس كان يعني زي ما بيقولوا كده الانجن بتاع ريال مدريد، الموتور بتاع ريال مدريد، هو اللي كان بيحرك ريال مدريد. فبعد وجود توني كروس الخطة دي مش نافعة. الخطة دي كامافينجا مش هيعملها لك يا معلم. كامافينجا مين يعني؟ ما شتان الفرق، يعني مفيش مقارنه ما بينهم. فالخطه برضو مش نافعه. اللعيبه، كل لعيب بيلعب حلو جدا وما تقدرش تقول على لعيب وحش، بس في عالم لوحده، في عالم لوحده ملوش دعوه باقي الفرقه. مبابي كويس جدا بس لوحده، فيني كويس جدا بس لوحده، مودريتش كويس جدا بس لوحده، كامافينجا شغال بس لوحده، بلينجهام عالمي بس لوحده. فين الاداء الجماعي؟ مش موجود. فين شغل المدرب؟ مش موجود. مازال انشيلوتي بيدور على التشكيله او الخطه المثاليه اللي يقدر يوظف فيها اللعيبه دي كلها ومش لاقيها ومش عارف يلاقيها. واحنا خلاص احنا بنلعب في الجوله التاسعه في الدوري الاسباني، يعني احنا داخلين في تلت الموسم، هتلاقيها امتى يا باشا؟ ف يعني ريال مدريد مشكلتها الاساسيه هي انشيلوتي. من وجهه نظري انشيلوتي يعني يا يبدا يتدارك اخطائه ويبدا يعني خلاص بقى يورينا شكل للفرقه، يا خلاص يسلم نمر. لكن اللي احنا فيه ده مش هينفع. يعني احنا الماتش كله ما شفناش هجمة توحد ربنا الريال مدريد فيها هجمة تكتيكية او فيها خطة او فيها لعب او فيها 15 20 باصة، فيها كرة طويلة. مفيش. ما شفناش حد بيعمل اوفرلاب، ما شفناش حد بيجري ورا المدافعين، ما شفناش حد بيقطع طب ما شفناش حاجة. ما شفناش شغل مدرب. الجونين بتوع ريال مدريد هي يعني جهود فردية بس. فالفيردي من بره ال 18 شوط خبطت في المدافع جون. فيني جات له الكورة، يعني حط جون من أحلى أجوان الموسم الصراحة من وجهة نظري. يعني الكورة فكرتنا كده حاجة بكريستيانو رونالدو، يعني التيشيرت تمر فيك، استلم الكورة وشمعها، فاتحطت حلو قوي. بجد اتحطت حلو قوي. بس في النهاية برضو الاتنين جهود فردية، شوطين من بره ال 18 بجونين، لكن فين هجمات ريال مدريد؟ وبالمناسبة انت فيريال كانت هتعادل معاك الكرة اللي اتحطت في العارضة، الهيدر اللي اتحط في العارضة كان ممكن تعادلوا معاك في أي لحظة. يعني مفيش باين أي شغل للمدرب في الخط الأمامي. مفيش بلاش يعني خط الخلفي، خط الدفاع. فين بناء الهجمة؟ ماشي يعني مفيش اتنين مدافعين بيباصوا الكرة لبعض. ما شفتش تلات أربع باصات عشان يعرفوا يطلعوا بالهجمة. نص الملعب شوارع، كل واحد في حتة لوحده. ما شفتش ده بياخد الكورة بيقلب الملعب الناحية التانية، ده بيفضل مفيش يعني. ريال مدريد لا بتبني هجمة من تحت، ولا بتضغط عالي على الفرقة اللي قدامها لما الكورة ما بتبقاش معاها، ولا بتستحوذ. طب يعني انت بتعمل ايه يا انشيلوتي؟ انت بتعمل ايه؟ فين شغلك كمدرب؟ ما هو الحل الوحيد ان انت يعني ما بتمرنش العيال دول. زمان لما كنا بنتمرن كوره فاهم، احنا كان بالنسبه لنا احلى حاجه اخر نص ساعه بتاعه التقسيمه. فانت تقريبا العيال دول كتير عليك، فبيجوا يا باشا انزلوا العبوا تقسيمه يلا وما توجعوش دماغي، وبتسيبهم الماتش كل واحد يعمل اللي يعرف يعمله، معتمد على ان انت معاك احسن لعيبه في العالم. لكن كده انت مش موجود. كده انت مش موجود في اداره ريال مدريد. يعني لازم تدي انذار لانشيلوتي. انت يا تعدل المايله يا تتكل على الله. اتكل على الله ونشوف غيرك بقى، تشوف غيرك بقى، ترجع زيدان، تجيب تشابي الونسو. يعني شوف المدربين كتير، بس يعني اللي احنا فيه ده ما ينفعش. وبص انا يعني انا مش هتكلم، بس انا هفرجكم على الكوره دي. إيه يا عم مندي؟ إيه يا عم مندي الكوبري ده؟ يا عم مندي ما مش معقوله يعني. مندي ده انا بالنسبه لي كان
يعني فاهم نقطة تحول لريال مدريد في خط الدفاع. يعني الراجل كان مدافع صلب يعني. ايه اللي حصل له انا مش عارف. وكارفاخال مصمم ان ريال مدريد تتعاقد مع باك يمين غيره. يعني خلاص هو انا مش لاعب كورة معاكم. راجل زي الخرا طول الماتش. وبعدين جه في اخر الماتش طبعا شفنا المشهد الصعب كلنا يعني. كرة دخل يشوطها، شاط رجل المدافع، ركبه عملت كده، واللي هي بنسبة يعني 99% رباط صليبي. طبعا المشهد اللي قدامكم ده انا بالنسبة لي مشهد صعب الصراحة. ما بحبش اشوف ملعب الكورة لأي لعيب يعني. بس ففي النهاية أنا شايف إن هو ده خلاص موسمه انتهى، وممكن تبقى مسيرته كلها انتهت. كارفاخال في الأول وفي الآخر ما هوش لعيب صغير، هو لعيب سنه كبير. فلما يجيلك رباط صليبي يقعدك موسم كامل، فأنت ممكن تبقى دي نهاية مسيرتك. فزي ما قلنا هو بيحارب حرب يعني إن ريال مدريد تجيب باك يمين غيره. طبعا كلنا عارفين إن الدنيا رايحة على فين، رايحة على ترند يعني. فأتمنى إن احنا منستناش بقى للصيف الجاي يعني. يا ريت تحرك يا جدو بيريز وهاتولنا في يناير، احنا فعلا محتاجينه يعني. ده كان ملخص ماتش ريال مدريد وفيا ريال اللي كسبنا 2-0 بالصدفة البحتة في رحلة البحث عن التشكيلة المثالية زي ما قلنا. بس في الآخر كان معاكم بهاء العطار من حلقة جديدة من برنامج هلا مدريد وملخصات ماتشات ريال مدريد كلها والدوري الأسباني. لو عجبك الفيديو لايك وشير، وادخل قول لي إيه رأيك أو ناقشني في أي حاجة أنت حابب تتكلم فيها في الكومنتات. ولو لسه ما اشتركتش في القناة يا ريت تخش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان يجيلك كل جديد. تشاو.